طبعا احنا النهارده بنتكلم بمناسبه 6 اكتوبر. في ناس كتيره من الناس اللي قاعده مش عارفه اصلا احنا كنا واخدين امبارح اجازه ليه. احنا المفروض يوم 6 اكتوبر ده اليوم اللي قدرت فيه القوات المسلحه انها ترجع الاراضي بتاعتنا المحتله من ايد العدو الاسرائيلي. القصه بتاعتنا مش بتبدا من يوم 6 اكتوبر سنه 73، لا القصه ليها خلفيه قبل كده، وتحديدا من ساعه حرب النكسه سنه 67. احنا هنتكلم مع بعض عن النقطه دي ونبدا نعرف ايه اللي حصل في النكسه ب 67، وبالتالي ايه اللي خلى لازم يبقى عندي رد فعل ان انا ارجع الاراضي بتاعتي اللي تم احتلالها. احنا بنبدا مع بعض. النقطه اللي هنقولها النهارده يمكن في ناس كتيره ما تعرفهاش، وفي ناس كتيره يعني ممكن تنصدم من الحاجات اللي احنا هنرويها، بس كل الحاجات دي حاجات تاريخيه فعلا، وبالتالي الجيش المصري قدر يكسب ان هو فهم الحاجات دي وخد عبره وعظه عشان يقدر يعدل ده كله في حرب اكتوبر. بنبدا قصتنا سنه 64 لما الصوره اللي قدامنا دي حصلت، اللي هو اول مؤتمر قمه عربي تم عقده عندي في مصر. المؤتمر ده تم عقده سنه 64، يعني احنا بنتكلم قبل حرب النكسه تقريبا بحوالي 3 سنين. قصه المؤتمر دوت ان انا عندي اسرائيل كانت عايزه تسيطر على ميه نهر اسمه نهر الاردن، وبدات تعمل فيه سدود عشان تخزن الميه دي وتمنع البلاد العربيه اللي بيعدي فيها نهر الاردن انها تستفيد من الميه دي. هنا جمال عبد الناصر قرر يعمل مؤتمر قمه عربي، في الوقت ده كان الرئيس بتاعنا هو جمال عبد الناصر، جمع الدول العربيه واجتمع معاهم في القاهره واتفقوا ان الدول العربيه هتعمل حاجتين. اول حاجه هتبدا الدول العربيه اللي بيعدي من عندها نهر الاردن قبل ما يوصل لمنطقه فلسطين اللي محتلها اسرائيل يعمل تفريعات عشان يستغل الميه دي ويخزنها، وبالتالي يبقى معدل الميه اللي واصل لغايه اسرائيل يبقى اقل. فبالتالي يبقى الغرض اللي هي عايزه تعمله فشل. النقطه الثانيه، اتفقت مصر وسوريا ان هم هيتم تدعيم قوات المقاومه في فلسطين. مصر اتفقت انها هتبقى مسؤوله عن حركه فتح، وسوريا هتدعم حركه التحرير في فلسطين. الغرض طبعا هنا ان يبقى مع المقاومه الفلسطينيه ضد العدوان الاسرائيلي. طبعا ده كان لازم يبقى له رد فعل من اسرائيل. اسرائيل قررت انها تنتقم من سوريا، وبدات تقوم بضرب مناطق حدوديه بين سوريا وبين اسرائيل، والضرب ده كان ليه اثر كبير جدا على مصر. مصر عندي اعلنت انها هتقف مع اسرائيل في الضرب ده ضد القوات، تقف مع سوريا ضد القوات الاسرائيليه. سبب هنا ان مصر كانت عامله اتفاقيه اسمها اتفاقيه دفاع مشترك. الاتفاقيه ديت كانت بتنص ان مصر لازم تدافع عن سوريا في حاله وقوعها للحرب. اول حاجه الرئيس جمال عبد الناصر عملها، طلب من قوات حفظ السلام اللي كانت موجوده عندي على الحدود في مصر انها تنسحب عشان خاطر ان احنا هنضرب اسرائيل. طبعا القرار ده كان ليه اثر دولي كبير جدا على العالم كله. من النقط المهمه عندي الراجل اللي قدامنا ده، ليفي اشكول، ده كان رئيس الوزراء الاسرائيلي وكان في نفس الوقت هو وزير الدفاع الاسرائيلي، يعني ماسك المنصبين. الراجل ده اول ما عرف ان مصر اعلنت انها هتقف مع سوريا ضد اسرائيل، بدا يعمل عمليه تجهيز للجيش الاسرائيلي بتاعه. هنا طبعا حصل عندي ازمه كبيره جدا في العالم، ومصر طلبت من قوات الطوارئ زي ما قلنا انها تشيل الجنود بتاعتها اللي كانت على الحدود. كان في جنود جايه من قوات الطوارئ الدوليه على الحدود بيني وبين اسرائيل من سنه 56 اللي هو فتره العدوان الثلاثي. مصر طلبت من القوات دي انها تنسحب. معنى ان مصر تطلب انسحاب القوات دي ده ملوش غير تفسير واحد، ان مصر ناويه تضرب اسرائيل. وهنا كانت المشكله، ان مصر اما اعلنت كده بدا الراي العام العالمي كله يبقى ضد مصر. ده مش كده وبس، ده كمان لو بصينا مع بعض الوحده اللي كنا بنتكلم عنها، الوحده بين مصر وسوريا اللي احنا كنا بنتكلم عنها حالا، دي اللي حتمت على مصر انها لازم تتدخل. زي ما انتم شايفين على عناوين الصحف المصريه ان في دوله عظيمه تم تكوينها جديد بين مصر وسوريا، اللي هي الوحده اللي كانت بيني وبينها. الخريطه اللي قدامك ديت بتوضح لي اهم المناطق اللي كان فيها قوات الطوارئ الدوليه. قوات الطوارئ كانت ماسكه كل المنطقه دي لغايه هنا اهو، لغايه منطقه شرم الشيخ في جنوب شبه جزيره سيناء. مصر لما طلبت ان القوات دي تنسحب، مصر سيطرت على النقطه دي. النقطه دي لو شايفينها اسمها مضيق طيران. مضيق طيران دوت مهم جدا لاسرائيل، ليه؟ اسرائيل اللي هي المفروض مكانها هنا في فلسطين، ده المخرج الوحيد ليها على البحر الاحمر. مصر لما سيطرت على المضيق ده عملت حصار اقتصادي على اسرائيل، يعني منعت اي حاجه تخش اسرائيل او تطلع من اسرائيل عن طريق البحر. طبعا دي بالنسبه لاسرائيل كانت كارثه كبيره جدا.
لان انت كده قطعت عنها ميه ونور بالنسبه للبحر الاحمر. كانت النتيجه ان بدا راي العام العالمي كله يقف ضد مين؟ تفتكروا هيقفوا ضد مين؟ مصر ولا اسرائيل؟ مصر. لان انت في وسط العالم ده كله او وجهه نظر العالم ده كله انت اللي بدات وانت اللي معتدي وانت اللي بتمنع عنهم حقهم زي اي دوله. فبدا الراي العام كله يقف ضد مصر مع اسرائيل، يعني بقى كله جاي على المظلوم ضد الظالم. ده الموضوع ما وقفش على كده بس، ده احنا لقينا في مذكرات واحد اسمه الفريق محمد فوزي، ده راجل من الناس بتوع الجيش، كاتب في المذكرات بتاعته ان بريطانيا كانت عايزه تبعت الاسطول بتاعها وتحارب مصر بسبب الجزيره دي. تخيلوا مين اللي وقف بريطانيا وخلاها ما تجيش؟ امريكا. امريكا اللي هي المفروض كلنا عارفين انها يعني الماما بتاعت اسرائيل، مامتها يعني. وبالتالي هي اللي وقفت وقالت لا ما تبعتوش. طب ليه يا امريكا انت بتدافع عن مصر؟ لا مش بتدافع عن مصر. ده بص بقى امريكا دماغها في ايه؟ امريكا عايزه تصور للعالم كله ان مصر هي المعتديه. فلو بريطانيا جت واتدخلت فقدام العالم مين اللي هيبقى باين ان هو المعتدي؟ بريطانيا. فمصر هتستعطف او هتاخد استعطاف العالم. وامريكا مش عايزه كده. الرئيس الامريكي اللي صورته قدامنا ده جونسون طلب من قوات البحريه البريطانيه انها ما تتدخلش. ده مش كده وبس، وقال لهم احنا عايزين مصر وجمال عبد الناصر يتمادوا في اللي هم بيعملوه عشان يتصدر راي عام قدام العالم كله ان مصر هي المعتدي على اسرائيل وان الشعب الاسرائيلي هو الشعب الكيوت الجميل المعتدي عليه. وبالتالي يبقى لو قامت حرب هتبقى في صالحهم والعالم كله هيبقى في ظهرهم مش مع العرب. طيب اسرائيل بدات تزود حمله الاستعطاف العالمي وبدات تلعب على النقطه دي لان لقيتها انها جايبه مع الناس قوي بره في اوروبا، وبدات تصدر للعالم ان مصر هي اللي ناويه تعتدي. طلبت من قوات الطوارئ انها تنسحب، خدت جزيره تيران اللي كنا بنتكلم عنها، منعت عني اي سفن تخش او تطلع وعملت لي حصار، فبالتالي هي اللي بادئه بالاعتداء. فانا النهارده لو خدت اي رد فعل اكيد كل الدول هتقف معايا. في نفس الوقت كانت القوات المصريه بتبدا تستعد. كان عندنا زياره من محمد انور السادات اللي كان ساعتها ماسك رئيس مجلس الشعب، راح للاتحاد السوفيتي في زياره عندي عشان يشتري منهم سلاح، وهو هناك جاله اخبار من الاتحاد السوفيتي بيقولوا له الحق اسرائيل بتستعد وبتعمل الحشد عشان ناويه تضربها. طبعا السادات خد الكلمتين دول وجري راح قالهم لمين؟ لرئيس مصر عبد الناصر. عبد الناصر اول ما سمع كده بدا يعمل عهد الاستعداد القصوى وعمل اجتماع مع كل الطيارين المصريين وقعد معاهم وقال لهم ان احنا لازم نستعد عشان هنحارب. طبعا الجيش المصري في الوقت ده يعني ما فيش اتنين يختلفوا انه ما كانش على اي استعداد للحرب. ليه؟ الجيش المصري في الفتره دي كان لسه طالع من حرب اسمها حرب اليمن. كانت مصر بتحارب فيها في اليمن، فطبعا شيء طبيعي انت راجع من الحرب فالقوات بتاعتك منهكه. زائد ان 30% من المعدات بتاعتك اتركنت، خلاص ما بقتش غير صالحه للاستخدام. لدرجه ان المؤرخين بيقولوا ان في حرب 67 اللي هي الحرب اللي هنحارب فيها دلوقتي كان عندك 70% من المعدات بتاعتك تم صيانتها عشان تقدر توصل لسيناء. فانت متخيل ان انا بصلحها بس عشان ادخلها مكان المعركه، ما بالك في المعركه ايه اللي حصل؟ فانت بتتكلم ان الجيش غير مستعد تماما. الضباط اللي اجتمع معاهم جمال عبد الناصر سالوه سؤال واحد، احنا هنحارب؟ رد عليهم جمال طبعا بمنتهى الفخر، طبعا هنحارب. رد عليه الضباط قالوا له يا ريس احنا اللي هنشيل الحرب. فالموضوع مش محتاج كلام وخلاص، هنحارب ولا مش هنحارب؟ فكان رده ان احنا مش هنحارب. دي حركه احنا عملناها لسببين. السبب الاول عشان امشي قوات الطوارئ الدوليه اللي كنا احنا شفناها من شويه على الخريطه، لان القوات دي موجوده في مصر من سنه 56 واحنا دلوقتي في سنه 67، يعني واقفه بقى لها اكتر من 10 سنين. فبالتالي كانت واقفه مش عايزه تمشي، فانا استغليت اللي حصل ده عشان اطردها. تخيل زي ما وريتكم على الخريطه كانت كل المنطقه الشرقيه من سيناء لغايه شرم الشيخ في ايد قوات الطوارئ الدوليه، انت مش مستغلها. فكانت وجهه جمال عبد الناصر ان هو كده قدر يحرر المنطقه دي. زائد نقطة تانية ان جمال عبد الناصر استغل كل الاحداث دي عشان يعمل شعبية ليه، سواء شعبية جوه مصر او بين الدول العربية. وعشان كده كان دايما الدول العربية بتبص لجمال عبد الناصر ان هو الزعيم العربي اللي وحد العرب وحارب اليهود. وبالتالي هو استغلها لعمل مناورة سياسية وشعبية سياسية ليه. طيب حصل عندي بقى مجموعة احداث مهمة قوي. كان اهمها ان احنا في الفترة ديت مصر كانت على خلاف كبير جدا مع اهم دولة عربية في المنطقة كلها. دولة بالنسبة لنا هي الدولة الاستراتيجية، دولة البترول. أهم دولة في المنطقة العربية اللي هي السعودية. تخيل أنت في الفترة دي كانت علاقة مصر بالسعودية وحشة جدا. ده مش السعودية بس، ده أنت كمان كان عندك مشاكل مع اليمن اللي كنت لسه بتحارب عندها، وكان معاك كمان مشاكل مع الأردن، يعني أنت بتتكلم إن كان في حالة تفكك عربي بين الدول العربية.
وده اللي احنا بنستعرضه هنا في حرب 67 عشان لما نيجي نشوف حرب 73 هنشوف السادات اتعلم ازاي الدرس ده وقدر يعدل الاخطاء دي ازاي. المهم انت دلوقتي لو دخلت حرب فانت معكش مساعده دول عربيه وخصوصا دوله كبيره زي السعوديه، معكش مساعده دوله زي الاردن، فبالتالي انت في حاله تفاهم. يوم 5/6/67 اللي هو يوم اعلان الحرب، قبليها بيومين الرئيس جمال عبد الناصر جات له اخبار من المخابرات المصريه ان تم تحديد اليوم اللي اسرائيل ناويه تضرب فيه مصر. وده بناء على ان مسك الوزاره في اسرائيل. طبعا الراجل اللي قدامنا الاول ده المشير عبد الحكيم عامر، ده كان المسؤول عن الجيش المصري. مين الراجل ده؟ ده تم تعيينه بعد ثوره الضباط الاحرار اللي كانت في مصر. الراجل ده اتعين في رتبه المشير وهو على رتبه رائد. يعني دي رتبه قليله جدا ان هو يوصل لرتبه مشير. الراجل ده كان مسؤول عن القوات المسلحه وهو غير مستعد تماما للمنصب ده، لا عنده خبره عسكريه ولا عنده خبره سياسيه ان هو يمسك منصب سياسي زي ده. وبالتالي لك ان تتخيل ان يبقى الجيش المصري المسؤول عنه ضابط ما عندوش الخبره ديت وهيخش حرب فصاليه مع اسرائيل. طيب الفريق صدقي ده كان المسؤول عن سلاح الطيران في مصر. جمال عبد الناصر اتعين او اجتمع بفريق صدقي واتفق معاه اتفاق، قال له ان احنا مش هنبدا بالضرب لو قامت الحرب وهنحاول نخلي اسرائيل هي اللي تضرب الاول. فريق صدقي رد عليه قال له ان قوات الطيران بتاعتنا مش هتستحمل الضربه الاولى لان زي ما اتفقنا ان احنا جيشنا مهلهل تماما. رد عليه جمال عبد الناصر قال له لا انا عايز الضربه الاولى احنا اللي ناخدها عشان نصدر للعالم كله ان مين اللي بدا الضرب؟ اسرائيل. وبالتالي نبدا ناخد فكره العطف الدولي اللي احنا بنحلم بيه واللي احنا عايزينه، لان مصر كان من المستحيل انها تكمل الحرب. طيب الراجل اللي قدامنا ده اسمه موشا ديان. موشا ديان ده تولى عندي وزاره الدفاع عندي في مصر، ده في اسرائيل اسف. الراجل ده كان نقدر نسميه كده بين قوسين مجرم حرب. كارثه من كوارث الحرب. الراجل ده الشعب الاسرائيلي اما كان بيلاقي مصر بتحشد قواتها وبتستعد بدا يبقى في حاله رعب شديده جدا عند اليهود. تخيل كل راي العام العالمي والاعلام العالمي في اسرائيل كان في حاله رعب شديد جدا من اللي بيحصل في مصر. لان كلهم كانوا خايفين ان جمال عبد الناصر بسبب طبعا الاعلام المصري اللي كان مفخم قوي مصر ومفخم تجهيزات مصر، كان في دماغهم ان مصر هتقدر تخش تل ابيب. يا راجل ده انت عندك مصر لما طلبت من قوات الطوارئ الدوليه انها تشيل قواتها، رد عليهم المسؤول عن قوات الطوارئ قال لهم انتوا مجانين، عايزين قوات الطوارئ تمشي ده هي اللي حامياكم من اسرائيل. تخيل الضابط اللي راح عشان يطلب ان قوات الطوارئ تمشي رد عليه قال له ايه؟ قال له اشوفك بالليل في تل ابيب نشرب القهوه مع بعض. فانت متخيل الثقه اللي كانت عند الجيش المصري في الحرب دي ان هو عنده ثقه ان احنا هنفوز يعني. وبالتالي الثقه دي وصلت للشعب الاسرائيلي وبدا يبقى في ثورات في الشعب الاسرائيلي على وزير رئيس الوزراء اللي هو اشكول، لدرجه ان اضطر ان هو يعين الراجل ده اللي اسمه موشا ديان في وزاره الحربيه. الراجل ده عشان مجرم حرب والعرب عارفين كده، اول ما مسك تخيل الاردن اللي احنا قلنا من شويه علاقتنا بيها كانت وحشه جدا وفي حلقه خلاف، اول ما الملك حسين ملك الاردن في الوقت ده اول ما لقى موشا ديان تولى وزاره الدفاع الاسرائيلي جري على السادات، جري قصدي على جمال عبد الناصر وقال له احنا هننحي كل الخلافات جانبا ومستعد نحط قواتي الاردنيه تحت ايد مصر لان موشا ديان هيضرب. وطلب منه قال له ابعت لي جنرال من عندك يبقى مسؤول عندي عن ابراج المراقبه للطيارات، لان طبعا الاردن قريبه جدا من منطقه اسرائيل فبالتالي هيرصدوا اي طياره تطلع بحيث ان انت تقدر تستعد اول باول. فعلا جمال عبد الناصر بعت واحد مشهور قوي اسمه عبد المنعم رياض كان مسؤول عن رصد الطيران الاسرائيلي فوق عندي جبال الاردن. الموضوع ما وقفش على كده بس. يوم 5/6/67 اللي هو يوم النكسه مصر كانت متبلغه بيه. ودي مفاجاه ناس كتير ما تعرفهاش. انا لو سالت دلوقتي وقلت لك حرب 67 دي اسرائيل السبب الرئيسي ايه اللي خلانا نلتزم فيها؟ اي حد هيرد يقول لي عشان فاجئونا. الحقيقه ان اسرائيل ما فاجئتناش. مصر كانت عارفه ميعاد الضرب. وده عن طريق الراجل اللي قدامنا في الصوره دلوقتي. رفعت الجمال اللي احنا بنسميه عندنا رأفت الهنجاني. الراجل ده كانت مصر زرعاء في اسرائيل والراجل ده نقل لنا الموعد بتاع الحرب نفسها وقال لنا ان احنا هنضرب يوم 5/6/67 الساعه 8 الصبح. عايز ايه اكتر من كده بقى؟ يعني انت معاك ميعاد الضرب اليوم بالساعه بالدقيقه. طيب رد فعل القوات المسلحه كان ايه؟ جمال عبد الناصر اجتمع ببعض قوات الجيش
حط خط تحت كلمه بعض قوات الجيش، وقال لهم ان الحرب يوم 5/6. تخيل بقى ان بعض قوات الجيش دول ما بلغوش بقيه الجيش، لدرجه ان قائد سلاح الطيران والمسؤول عن الجنود في سيناء لما بدات الحرب ما كانش عارف، وهم راحوا بعد الحرب ما خلصت واتهزمنا راحوا سالوا المشير عبد الحكيم عامر اللي احنا شفنا صورته انت ما بلغتش ليه؟ تخيلوا رد عليهم قال لهم ايه؟ قال لهم انا كنت فاكر ان جمال بيهزر. انت متخيل القياده السياسيه اللي كانت فيها البلد عامله ازاي؟ احنا دلوقتي انا عايز اوريك احنا كنا ازاي عشان هنبقى ازاي بعد 67. شوف بقى رد الفعل، شوف احنا كنا ازاي. في ناس ما عندهاش السلطه او عندها القدره انها تمسك المنصب ده تاريخيا، الكلام ده تاريخي. في المقابل لما يمسك واحد زي محمد انور السادات هنشوف هيقدر يعمل ايه وهيعين مين عشان يقدر يحرر البلد، عشان تستوعب النقله اللي حصلت في الجيش المصري وصلت ليه. المهم تخيل من المصادفات ان احنا اتفقنا الحرب هتبقى يوم كام؟ فاكرين؟ 5/6/67. يوم 4/6/67 يعني قبل الحرب بيوم بيحصل عندي حفله كبيره جدا في مركز تدريب في منطقه اسمها انشاص لتخريج 100 طالب مصري لسه مخرجين من كليه الطيران. حفله بتقعد لغايه الساعه 4 الفجر. حفله عاديه جدا. عادي غنى قاعدين بيرقصوا عادي جدا، بس الفكره ان انت تخيل الحرب تاني يوم وانت قاعد 4 الفجر بترقص وتعبان طبعا، فهتروح تبقى عامل ازاي؟ في نفس اليوم بتاع الحرب اللي هو يوم 5/6/67 عبد المشير عامر بتطلب معاه ان هو يروح يزور الجبهه اللي هي المكان بتاع الحرب. وطبعا معنى ان عبد المشير عبد الحكيم عامر يروح يبقى كل قيادات اللواءات والكتائب هيروحوا يستقبلوه. فانت متخيل لما يبقى كل الناس المسؤوله عن قياده الجيش رايحين يستقبلوا المشير، ولو قامت الحرب ده فعلا اللي هيحصل، الجنود اللي بتحارب مين اللي هيحركها؟ مفيش. فاصبح الجنود اللي في حرب اكتوبر جسد بلا روح. جندي واقف ما عندوش حد بيديله اوردر، كل واحد شغال لوحده. يلا على الله حكايتك. الحرب فعلا بدات، وبدا الاعلام الاسرائيلي يصدر راي ان مصر مهزومه. في المقابل كان عندي الاعلام المصري بيعلن عندي في راديو صوت العرب. في الوقت ده ما كانش فيه تلفزيون، فكان الراديو هو الوسيله الرئيسيه اللي بتنقل لك الاخبار. تفتح الراديو تلاقي الراديو بيذاع لك احنا وقعنا 60 طياره من طيارات العدو. قتلنا مش عارف 50 جندي من جنود العدو. طبعا الناس كانت بتسمع وتفرح وتهلل. في المقابل اسرائيل كانت بتقول الاخبار الحقيقيه وانت كان بيضحك عليك. في فيديو دلوقتي هنسمعه مش ده؟ على طول المكالمه ديت مكالمه اسرائيل رصدتها بين جمال عبد الناصر وبين عندي العائل الاردني اللي هو الملك حسين. حاول كده تسمع المكالمه معايا. بس معلش هو الصوت طبعا مش واضح فحاول تقرا. المفروض المكالمه بين جمال عبد الناصر وبين ملك الاردن. المفروض ان جمال عبد الناصر بيقول له ان الحرب شغاله بس احنا بنقاتل بكل قوه وان احنا على اتم الاستعداد واحنا اللي منتصرين واحنا اللي لينا اليد العليا والحرب شغاله. انت متخيل بقى كم الاختراق اللي كان فيه القوات المصريه والمخابرات المصريه من مكالمه زي دي بين الرئيس المصري والحرب شغاله بيتم اختراقها وتسجيلها وبعتها لاسرائيل. ده بيوريك ان انت كنت في حاله مهلهله ازاي في الوقت ده. طيب طبعا زي ما شفنا الحرب زي ما قلت بدات. الحرب ما بدات كان الجيش كله في حاله زي ما احنا قلنا ما فيش اي قيادات موحده. وهنا بدا يطلع عندي قرار للجنود بالانسحاب. تخيل الجنود اتقال لهم انسحبوا من غير خطه. المشير عبد الحكيم عامر اجتمع بالفريق محمد فوزي وقال له حط لي خطه للانسحاب في 20 دقيقه. طبعا محمد فوزي قال له مستحيل، وده طبعا شيء مستحيل وغير منطقي. انا لو ناوي احط خطه للانسحاب من الدوري مش هتقعد اكتر من 20 دقيقه. فانت متخيل ان انا هحط خطه عشان انسحب بلد كامله من الحرب في 20 دقيقه بس. محمد فوزي عمل له خطه ورجع له وقال له انا عملت لك خطه في خلال 3 ايام. المشير عبد الحكيم عامر بيرد عليه بيقول له خطه ايه؟ انا قلت لهم انسحبوا. يعني متخيل ان الجنود انسحبوا من غير اي خطه. وده اللي احنا هنشوفه مع بعض في الفيديو.
طبعا بعد الانسحاب انت كده بتتكلم ان خلاص اتاخد منك منطقه سيناء بالكامل، ووصلت القوات الاسرائيليه لغايه الجزء الشرقي من قناه السويس.